السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما كلكم بخير، ويا رب تكونوا دايما كلكم كويسين. يلا بينا نخش على الفيديو بتاعنا النهاردة على طول، علشان النهاردة هنعمل صالة وهنعمل مع بعض كمان غرفة النوم. بس نبتدي مع بعض النهاردة مع الصالة، أو نبدأ بالجزء بتاع الركنة. عايزة أقول لكم ايه رأيكم في الركنة كده؟ نقلتها، مش عارفة أنا صورتها لكم قبل كده ولا لأ، بس ما أعتقدش لأن أنا لسه نقلها قريب. أنا طبعا بقالي فترة ما صورتش. المهم بقى، بصوا انا عندي الصاله كبيره طويله، تمام. فكنت حاطه السفره مكان الركنه، مكان ما انا واقفه دلوقتي. انا دخلت معاكم في الموضوع على طول، مش كده؟ بس كده احسن. خلينا نخش في الموضوع على طول، علشان عندي كلام النهارده كتير قوي عايزه اتكلموا معاكم، فمش عايزين اي مقدمات. المهم، فانا كنت حاطه الركنه مكان ما انا واقفه دلوقتي كده، وكنت حاطه كنت حاطه السفره مكانها، وكنت حاطه الركنه اخر الحيطه مكان السفره. حلو. فانا عندي الشاشه 55 بوصه، جميل كده، تمام تمام تمام. المهم بقى، لما كنت عندي الصاله هي بطول طويله، فاهميني؟ يعني هي عريضه تمام، بس طويله. فلما كنا بنقعد نتفرج على الشاشه بنحس ان هي شاشه 32 بوصه، بجد والله من غير مبالغه. بحس ان هي صغيره جدا، مش عارفين انتوا ايه، مش كانك قاعده بتتفرجي كده على الشاشه كبيره، الصور كلها واضحه. لا، فكان الموضوع مضايقنا شويه. يعني لو احنا عندنا شاشه 55 نتفرج عليها بنحس ان احنا بنتفرج على شاشه 32 بوصه، من كتر المسافه ما بين الركن. وهو طبعا احسن للعين، بس كان بالنسبه لي مش ممتع يعني. المهم بقى، المهم فنقلتها كده، والصاله اصلا جاي فيها عمود كده على جنب، فنقلتها قربتها كده للشاشه زي ما انتم شايفين. وحطيت السفره وراها، ده كمان خلانا ان احنا اكتر ناكل على السفره. عايزه اقول لكم الاول احنا كنا مش بناكل على السفره كتير، بسبب ان هي كانت محطوطه ناحيه الشباك. فكان الاسهل لنا ان احنا ناكل على الترابيزه بتاعه الركنه. كنت اجيب على طول الاكل من المطبخ احطه على ترابيزه الركنه ونبدا ناكل عادي، فاهمني؟ مش بدخل بقى، مش بحط الاكل على السفره وكده. بس من ساعه ما نقلت السفره واحنا بناكل دايما دلوقتي، سواء فطار غدا اي حاجه بناكل على السفره، فده بسطني بصراحه يعني، فاهماني؟ ده يعني من ضمن الحاجات، من ضمن المميزات في الموضوع. فمش عارفه بقى انقلها تاني ولا لا، فاهماني؟ هتشوفوا اكتر الموضوع لما اجي انضف ناحيه السفره، فهتشوفوا الموضوع هيكون اوضح يعني وكده. المهم، انتوا عاملين ايه؟ طمنوني عليكم، انتوا كويسين؟ يا رب تكونوا دايما بخير، ويعود عليكم وعلينا رمضان بخير. تمام. ادعوا لي كده يا بنات بجد، ان انا ربنا يديني الطاقه كده والحماس، وافضل اصور على طول، لان الموضوع ده بيضايقني جدا والله. بفضل اصور واجي فتره كده شويه يجي لي زي طاقه سلبيه، زي حاله نفسيه كده بالزهق والملل، اللي هو مش قادره اصور، مش عايزه اصور، انا بعمل شغل بيتي بالعافيه اساسا، فاهماني؟ فادعوا لي كده ان ربنا يهدي الاحوال، ويهدي نفسيتي كده، ويديني شويه طاقه ايجابيه كده والله. من ضمن الحاجات اللي بتديني طاقه ايجابيه تعليقاتكم ولايكاتكم، فشجعوني ماشي بجد، شجعوا اختكم الغلبانه اللي بجد نفسها تستمر، ونفسها تقدم لكم محتوى كويس، وان فيديوهاتها تبقى حلوه شجعوني بجد، محتاجه ان انا اتشجع، بعيد عن مصدر الاسدال اللي انا لابساه، ولا الشبشب اللي انا لابساه ده اللي هو شكله صعب. بس تمام، حلو جميل، احنا بنروق عادي يعني، احنا في كامل اناقتنا واحنا خارجين احنا بنروق نلبس اي حاجه، مش مهم. بعد كده كده احنا مش غربة على بعضينا يعني، فالبس اللي البسه. المهم حاجه سترانه وخلاص، تمام. ما تركزوش، اهم حاجه ما تركزوش يعني، لا تركزوا في الشبشب ولا تركزوا في صوف الاسدال. المهم بقى هنا، دخلت بدأت كده الركنه، ولا كمان ثواني، ولا كمان تركزوا في المفرش اللي انا حاطاه على الركنه، او في البتاع اللي انا حاطاه على الركنه دي، تمام، عشان ما حدش يقول لي ده عادي، بياضات عادي، عادي، تمام يعني عاديه. عاديه جدا. لحد ما ان شاء الله على العيد باذن الله، ناويه والنيه لله ان انا اجيب كفر للركنه. مش هجيب كفر كامل، بس هجيب زي بياضات كده اللي هي طالعه ترند دلوقتي، ومش عارفه هجيب لون ايه. المهم هجيب كل ده مع بعض ان شاء الله. فعلى العيد، على العيد مش على رمضان، على العيد. كفايه في رمضان الاكل والشرب والحاجات دي كلها وزينه رمضان والحاجات دي، فالحاجات التانية هنخليها على العيد. المهم خلصت الجزء ده. بصوا بقى، بصوا النظافه، بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، والله انا ست بيت شاطره يا جماعه، والله ست بيت ممتازه ممتازه. المهم بقى، جيت هنا ناحيه الركن بتاع الكوفي كورنر اللي انا عايزه اشيله اساسا، بفكر اشيله.
زهقت. عارفين انا بني ادم اساسا بيزهق بسرعه، بيمل بسرعه جدا فلو انا كل شويه عايزه اقلب حاجه، اشيل حاجه من مكانها احطها في مكان تاني. بفكر ان انا اشيل ركن الكوفي كورنر ده. مش عارفه، حاسه ان هو مزاحم الدنيا، عامل مدي للدنيا زحمه كده ودوشه. عايزه تيجي عليا فترات كده ببقى عايزه افضي الدنيا شويه. حتى في المطبخ تيجي عليا فترات ابقى عايزه املى الرخامه حاجات بقى، واحط على ديكورات على الرخامه، ومش عارفه اطلع طقم ايه اقرصه واحط ايه مش كده. وتيجي عليا اوقات تانية لا، انا عايزه افضي الرخامه خالص وما احطش على الرخامه غير الحاجات المهمه قوي اللي انا بستخدمها. الكلام ده في المطبخ. فاللي جاي عليا بقى دلوقتي ان انا افضي الدنيا شويه، ان انا عايزه اشيل الركن بتاع الكوفي كورنر ده. آه فزي ما قلت لكم الفتره دي طالبه معايا ان انا اشيل الركن بتاع الكوفي كورنر، حاسه كده شويه ان هو هيخلي الدنيا هاديه ويفضي الدنيا شويه، عشان حاسه ان الدنيا بقت زحمه. فهشوف يعني عموما لو انا فضيته هوريكم شكله كمان لما افضيه. بصوا بقى هنا السفره، ده اللي كنت بكلمكم عليه. انا كنت حاطه هنا مكان ما انا واقفه الركنه، كنت حاطه ركنه كامله الجزئين كنت حاطاهم هنا. كنت حاطه السفره مكان ما كنت واقفه عند الشباك، فكانت المسافه طويله ما بين الركنه وما بين الشاشه. حلو، تمام. المهم بقى هنا حاسه ان السفره مكانها مش احسن حاجه، او شكله مش احسن، مش احلى حاجه. بس لو بندور على الناحيه العمليه فهو السفره بقت عمليه جدا معاه، ان احنا على الاقل حاجه بقينا بناكل عليها. وده كمان مريح ابراهيم جوزي جدا، لان هو ما بيحبش يقعد ياكل والاكل قل، يعني يحبش يقعد ياكل على الارض. اول حاجه دي خالص، ما بيعرفش اصلا يقعد ياكل على الارض. وكمان لما كنت بنحط الترابيزه بتاعه الركنه وناكل عليها، كان الموضوع بيبقى مضايقه، مش بيبقى قاعد مرتاح. فهو دلوقتي مرتاح جدا ان هو بياكل على السفره، بيفطر او يتغدى بياكل على السفره. فده الموضوع من الناحيه العمليه مريحه جدا. بس انا بدور على ناحيه الشكل، حاسه ان هو شكله مش الطف حاجه. فقولوا لي رايكم وقولوا لي اعمل ايه، ارجع ركنه تاني مكانها واحاول ان احنا يعني احاول ان عادي اتعود بقى على موضوع الشاشه ده، ان هي بعيده عن العين قوي وزياده عن اللزوم والكلام ده، ولا لا؟ تمام، تمام كده، تمام. فهنشوف يعني الفترة الجاية هنعمل ايه، وهنعمل كل ده مع بعض يعني ان شاء الله. المهم هنا بقى ابتديت ان انا اكنس تحت السفرة. عايزة اقول لكم مش عارفة ليه ما بستخدمش المكنسة، يعني انا بحس ان انا برتاح اكتر للمقش، مش عارفة ليه يعني انا انا كائن بيحب يتعب نفسه. بحس ان المكنسة اللي هي اليدوية دي او المقشة اليدوية دي بتبقى بتنظف اكتر وبتنظف احسن. المكنسة الكهرباء، المكنسة كهرباء، بحس ان هي بتلم من على الوش كده، فاهمين؟ لو في تراب او في حاجات كده ناعمة بحس ان هي مش بتلمها. معايا بقى او مش معايا، او متفقين معايا او مش متفقين معايا، ده يا جماعة موضوع شخصي وحرية شخصية، وكل واحد حر في تنظيف بيته. المهم بقى هنا خلاص خلصت الركن بتاع السفرة ده، وبدأت ان انا اكنس الارض كده، وانا بروق كده اللي هو الترويق، فاهميني؟ الروتين العادي ده، الروتين اليوم. المهم بقى قولي لي انتوا هتعملوا ايه في رمضان؟ خلاص بدأتوا تنظيفات رمضان ولا لسه؟ وبتعملوا التنظيفة الكبيرة في رمضان ولا في العيد؟ حلوة التنظيفة الكبيرة دي، لان انا السنة اللي فاتت رمضان ما عملتش اي حاجة ولا العيد. فتقريبا انا ما حسيتش برمضان السنة اللي فاتت ولا العيد بسبب ان انا ما عملتش الشقة يا بنات. فقولوا لي انتوا زيي ولا لا؟ يعني انتوا من الناس اللي لو ما عملتوش الروتين الجامد ده اللي احنا اتعودنا عليه من ايام، يعني احنا طلعنا لقينا كده؟ يعني قولوا لي بقى انتوا زيي ولا لا؟ احنا طلعنا لقينا امهاتنا وامهاتنا كمان لقت امهاتها، يعني اجداد الموضوع ده من زمان، يعني من زمن الزمن ان احنا اتعودنا ان احنا نيجي في المواسم، عيد كبير عيد صغير رمضان، دخلت المدارس كمان على فكرة، لازم نعمل تنظيف الشقة، لازم حتى لو كانت ايه الشقة فل شمعة منورة برضو لازم نعملها. ده حكم من احكام رمضان على فكرة يعني ده، يعني عايزة اقول لكم ايه، ده حاجة من اساسيات رمضان او العيد، ان احنا لازم نمسك الشقة دي ننضفها كويس قبل رمضان. حتى مش زي ما قلت لكم كده، حتى لو كانت منضفة، الحاجات دي بتحسسنا ببهجة رمضان ودخوله علينا، ان احنا بننضف كل حاجة وعايزين كل حاجة تبقى يعني زي الفل. فقولوا لي انتوا بتعملوا كده ولا لا؟ برغم ان هي على فكرة من العادات اللي بجد نفسي يبطلها. الواحد بيضغط نفسه جامد جدا، وكمان لو معاكي اطفال، يعني انا الفترة دي مضغوطة قوي وضغط على نفسي، وبجد بحاول ان انا لا، انا عايزة افوق لنفسي شوية. انا خارجة من الولادة وكمان ودخلت في مدرسة على طول، يعني انا ولدت من هنا مفيش ايام المدرسة بدأت. لا، انا الدراسة بدأت الاول وبعد كده دخلت في ولادة على طول.
تمام. فانا كنت كله ورا بعض ورا بعض، لو انا ما خدتش هدنه يعني بالراحه عليا يا جدعان، بالراحه يعني بالراحه عليا. كل حاجه ورا بعض ورا بعض، مدرسه وولاده. كمان عشان ادم 7 سنين فانا ناسيه كل حاجه. فالموضوع معايا صعب قوي، ومع ذلك انا ضغط نفسي في الموضوع ان هي خلاص انا عايزه اعمل الشقه عشان رمضان، برغم ان انا عاملاها ساعه الولاده، بس لا لازم تتعمل تاني عشان رمضان. اشيل الفكره دي من دماغي ازاي بجد مش عارفه. المهم هنا انا دخلت على غرفه النوم علشان اعملها، لان ياسين كان صحي. فحاولت لملمت كده الدنيا في الصاله على قد ما اقدر بسرعه بسرعه علشان اخش اعمل غرفه النوم. رغم ان هو اتعود على الشيل، ياسين اتعود على الشيل اصلا. بس انا بحاول ان انا طول ما هو نايم على السرير كده، حتى لو بيزنزن شويه او بيزن شويه، بسكته بقى، بلهيه شويه، بغني له، اقعد العبه واعمل حواليه الدنيا يعني، فاهميني؟ المهم فمش عارفه، انا ضغط نفسي، فاللي هو بجد بحاول الفتره دي ان انا مش عايزه اضغط نفسي، ان انا ضغطت نفسي جامد، كل حاجه واخداها كمان على اعصابي. انا ما عنديش وقت خالص دلوقتي، يعني المدارس خلاص هتبدا اهي، انتوا عارفين المدارس ان شاء الله هتبقى يوم الاحد. فانا داخلين على مدارس ودروس ورمضان، عندي طفل 4 شهور. فالموضوع بجد مرهق قوي قوي قوي، ومع ان الشقة عندي نظيفة وكل حاجة وتمام، بس انا لازم اعملها، مش لازم اعملها عشان اصور، لا، او عشان الفيديوهات، او عشان ده محتوى من المحتوى بتاعي، فانا لازم يعني موسم ترويق الشقة اللي لازم ننزله كده، زي الناس اللي بتفرش يميش كده، احنا لازم نفرش تنظيف الشقة. عارفين انتوا لما بينزل موسم رمضان الناس تفرش اليميش، احنا بقى الموسم بتاعنا بالنسبة لنا احنا كيوتيوبر، لا لازم نروق بقى ونصور وننزل تروقات رمضان وتفريزات رمضان والكلام ده، موسم بقى عندنا موسم. بس انا فعلا الموضوع مش واخداه كموسم، هو انا يعني السنه اللي فاتت زي ما قلت لكم ما حسيتش برمضان وبالعيد، عشان انا ما عملتش اي حاجه من الحاجات اللي انا متعوده عليها، ان انا انضف وان انا اروق الشقه وان انا اجيب حاجه جديده او افرش الزينه. انا فرشت الزينه بس ما كنتش وروقت الدنيا كده، اللي هو انا كنست الارضيات ومسحت عادي وغيرت الملايات، اللي هو الترويق الطبيعي بتاع كل يوم. ما عملتش بقى التنظيفات العميقة، وان احنا نسيب الشقة كده من غير ستاير يومين 3 وبعد كده نرجع نفرشها علشان نحس بزهوة العيد. فاهمين انتوا الكلام ده؟ اكيد المصريين وفاهمين بعض اساسا. فانا فعلا ضغطت نفسي جامد قوي، فبجد يعني، وضغط نفسي دلوقتي. فانا بحاول الفترة دي ان انا ما اضغطش على نفسي جامد قوي كده، واسيب كل حاجة تاخد وقتها. بجد كل حاجة تاخد وقتها، نصيحة مني لنفسي وليكوا، بالذات لو انتي مضغوطة عندك اولاد في المدرسة او معاكي اطفال بيبي والكلام ده كله. انا ابتديت اعمل كده، حرفيا ابتديت اعمل كده. الاول كنت واخده كل حاجه على اعصابي، كل حاجه على اعصابي. لا، انا عندي مواعين عايزه تتغسل، الشقه عايزه تتعمل، في غسيل عايز يتنشر، في حاجات في الحمام عايز يتنظف، غرفه النوم، فاهميني؟ كل حاجه كل حاجه كنت واخداها على اعصابي جدا، لدرجه ان حتى لما بكون قاعده بياسين انا قاعده ودماغي شغاله، لو انا شايله الهم، طب انا كل الحاجات دي هتخلص امتى؟ فابتديت ان انا لا، الموضوع ده بقى يعصبني جدا، وحاسه ان الموضوع ده بقى نفسيا مرهق جدا والله. ف لا، ابتديت اهدى وكل حاجه هتاخد وقتها. ياسين مثلا دلوقتي محتاجني علشان بيعيط او علشان بيزن او بغير له، او هو مثلا عايز يتشال، فخلاص ده الوقت بتاعه وانا بشيله، وكل من جوايا كده مش شايله هم بقى اللي بعد كده هيحصل ايه. طب اللي ورايا كل حاجه هتخلص. والله يا بنات شغل البيت حرفيا ما بيخلص، احنا اتخلقنا عشان شغل البيت، وخصوصا اللي زيي، احنا ما عندناش ناني بقى، ولا عندنا حد بيعمل لنا حاجه، ولا جايبين حد بيعمل لنا حاجه، في كل حاجه بنعملها بنفسنا، لاولادنا او لبيتنا وجوزك، فكل حاجه بنعملها لنفسنا. وحتى اللي بتشتغل، في كتير ستات بتشتغل ويعيني بتروح تعمل كل اللي احنا بنعمله بالاضافه لشغلها، ربنا يعينها طبعا، ربنا يعينها. علشان انا كنت واحده من ضمن الستات دي اللي كنت بشتغل، ومع ذلك بقوم بالمهام بتاعتي اللي هي بيتي وابني ومذاكرته ودروسه والكلام ده كله، فاهمني؟ فكان الموضوع اصعب بكتير، الا من رحم ربي. فبجد الموضوع اسهل دلوقتي شويه عشان انا بقيت قاعده في البيت. بس انا قعدت في البيت من هنا، حملت من هنا، جبت ياسين من هنا، شلت ضغط اكتر من هنا، ربنا طبعا يبارك لي فيه ويخليه لي يا رب. بس اللي هو انا كله ورا بعضه كله ورا بعضه، عارفين، حاسه ان الواحد مرتاحش شويه. فكده كده مفيش راحه يعني، عارفين انتوا، فحاولوا كل حاجه ناخدها بسلاسه كده، فاهميني؟ عايزين ندي لبعض طاقه ايجابيه.
شغل البيت ما بيخلص. قولي لنفسك كده، انا والله بقيت هقولها لنفسي. كده كده المواعين دلوقتي انا خلصت المواعين، مش ورايا حاجه. طب هقوم الصبح هلاقي مواعين تاني، هقوم بعد الفطار ومش عارفه ايه الاقي مواعين. طب انا روقت دلوقتي والدنيا زي الفل والاوضه خلاص دي اخر ترويقه، لا هنروق تاني. وكل حاجه هتتعمل من اول وجديد تاني. فهي دي الحياه، ما دام عندك بيت واولاد وزوج واطفال، ربنا يبارك لكم يا رب في ازواجكم واولادكم، ويبارك لكم في صحتكم. فده خدي كل ده بصدر رحب كده وبسلاسة، وان شغل البيت ما بيخلص. ما تاخديش كل حاجة على اعصابك بجد. دي نصيحة بقولها ليكم وبقولها لنفسي دايما، ان خلاص مش مستاهلة ان انا اخد كل حاجة على اعصابي. كل حاجة اديها حقها واديها وقتها. المهم بقى، انا كنت عايزة ارغي معاكم شويه او افضفض معاكم شويه، لان ده من الحاجات اللي بتريحني نفسيا بصراحه. احس كده ان انا قاعده في وسط صحابي وبحكي معاهم وبيسمعوني. فمش عايزه ابقى بضايقكم وبرغي كتير او بتكلم كمان بسرعه، بس فعلا ببقى عايزه، عارفين ان انتوا طاقه حماس كده، عايزه اقول كل اللي عندي. فيا رب اكون خفيفه على قلوبكم يا رب. اهم حاجه يا بنات ما تنسونيش في اللايك الحلو، وكمان دعوه حلوه من قلبكم. واللي لسه لحد دلوقتي مشتركش في القناه وعجبته، يا رب اتمنى يشترك ويفعل الجرس علشان كل ما انزل فيديو جديد ينزل لكم. واشوفكم في احسن حال، ومع السلامه.